حكاية قديس وشهيد. قصتنا قصة القديسة تكلا تلميذة القديس بولس الرسول، أول شهيدة في المسيحية. اتولدت في مدينة أنطاكيا، وكانت من أسرة وثنية محبوبة جدا ما بين الناس. شكلها جميل جدا، وتعلمت الشعر والفلسفة، وكان لسانها جميل جدا ما بين الناس. مامتها صممت إن هي تتخطب، واتخطبت لابن أحد الشرفاء المدينة كان اسمه تمرس. وفي سنة 45 سافر القديس بولس وبرنابا إلى مدينة أيقونيا، ومن هناك كانت الرحلة التبشيرية الأولى ليهم. ولما سمعت عنهم هم بيوعظوا، كانت قاعدة بعيد شوية عن القديس بولس، وسمعت عن وعظاته واقترب ربنا من قلبها، واتعمدت على اسم السيد المسيح، وبطلت الحفلات بتاعتها، وبطلت تلبس الجواهر بتاعتها، ووزعتها على المحتاجين. لكن لما سمعت مامتها كده اتضايقت، وصممت ان هي ترجعها على اللي في دماغها. لكن القديسة كانت دايما تقول ان انا مسيحية وبعبد ربي والهي يسوع المسيح، وانا بقيت عروسة للمسيح. حاول خطيبها ان هو يرجعها على اللي هي بتعمله، لكن صممت. وبعد كده راح حبس القديس بولس في السجن. هي اشعل اتون النار بدرجة جامدة جدا، وحب ان هو يرميها في اتون النار. لكن اللي حصل انه ربنا نزل رياح شديدة جدا وامطار شديدة طفت الاتون، وكل اللي كانوا موجودين هناك لما شافوا كده هربوا. فهربت القديسة برضو وراحت الى انطاكيا، وهناك اعجب بيها شاب كان اسمه اسكندر، وصمم ان هو يتجوزها، لكن هي برضو رفضت. فراح حاول ان هو يتعدى عليها، فضربته ضربا جامد جدا. بعدين راح لقاها في جب الوحوش المفترسة، لكن الوحوش ما عملت لهاش اي حاجة، لكن ركعوا عند رجليها. وبعد كده راح برضو وضعها في جب بيه ثعابين سامة، لكن الثعابين ما عملت لهاش اي حاجة برضو. لكن لما لقيها مشيت وراحت للبلد روما، علشان كانت سمعت انه القديس بولس استشهد هناك، فقالت اروح لروما، وراح ودفن جنب جسد معلمي. وراحت هناك واتدفنت القديسة هناك. بس بعد فترة طويلة لما علمت النساء كلهم اللي هناك، وقربت ناس كتيرة من ربنا، وحصلت على ايدها معجزات وعجائب كتيرة جدا. وبركة شفاعتها تكون معنا، وربنا المجد الدائم الى الابد امين.